السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. رئيس الصين وتركيا يورقان مهنئين بعيد الاستقلال. قطاع الزراعة في إقليم الكاشبركة يفتح فرص الاستثمار الكبيرة. افتتاح المعرض الوطني لمنافسات الابتكار والتصنيع. الرئيس الصيني والروسي يعقدان قمة في الصين. الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لإتمام اتفاق تجاري مع أمريكا. 175 قتيلا من تنظيم الدولة إثر غارات للجيشين النيجيري والأمريكي. إلى التفاصيل. بعث رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وجمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ببرقيتي تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال ال35. وأعرب الرئيسان عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس السياسي أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا والشعب الإريتري. وأشار رئيس شي جين بينغ في برقيته إلى العلاقات التاريخية والأخوية بين إريتريا والصين القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون. وقال أن النهج الذي اتبعه الشعب الإريتري في سنوات الاستقلال ال35 الماضية بروح النهج المستقل والاعتماد على الذات في بناء وتطوير بلادهم يستحق التقدير وتمنى التوفيق في الخطط المستقبلية. من جانبه أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن اعتقاده الراسخ بأن التعاون الثنائي والمتعدد بين إريتريا وتركيا سيتوسع ويتعزز في مختلف المجالات لصالح الشعبين في المستقبل. أعلن المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم الكاشبركة السيد أبو بكر عثمان أن القطاع الزراعي قد تحسن في الإقليم بفضل تهيئة بيئة عمل واستثمار مواتية. وأوضح بأن مساحة الزراعة المطرية لم تتجاوز 66 ألف هكتار حتى قضاء الاستقلال لعدم تمكن المواطنين من الزراعة باستقرار، لكن بعد الاستقلال ازداد عدد المواطنين العاملين في الزراعة وأولت الحكومة اهتماما كبيرا للتنمية الزراعية لترتفع المساحة المزروعة إلى 290 ألف هكتار والمساحة المروية من 1116 هكتار إلى أكثر من 13 ألف هكتار. وقال السيد أبو بكر أن سياسات الحكومة واستثماراتها في القطاع الزراعي قد حسنت مساحة الأراضي المزروعة وأساليب وأنواع الزراعة ورفع الإنتاجية وتوفير المعدات الزراعية الحديثة ليمكن ذلك من ارتفاع الإنتاج من الهكتار حتى 85 كنتالا وزيادة الإنتاج الخضر والفاكهة كما ونوعا. وفي إشارة إلى نمو الثروة الحيوانية قال أن الإقليم يضم 44% من إجمالي الثروة الحيوانية في البلاد ولديه أكثر من 3.7 مليون هكتار من المراعي و165 حفير لسقي المواشي بسعة تزيد عن 4.8 مليون متر مكعب و22 سدا صغيرا و12 سدا متوسطا بسعة 7.5 مليون متر مكعب لتوفير المياه السقي والري. وأوضح بأن المرافق البيطرية قد ازدادت من 3 إلى 36 وعدد الأطباء البيطريين من 15 إلى 60 ليصل المجموع إلى 17.6 مليون رأس من الماشية على الخدمات البيطرية وتطعيم حوالي 24 مليون رأس. افتتح اليوم في أسمر المعرض والمسابقة الوطنية الثالثة للاختراع والتصنيع الذي ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تحت شعار ابتكار الشباب من أجل التنمية. افتتح المعرض وزير البناء سيد أبرهة أسفها في حفل أقيم في مركز الاختراع والأعمال للشباب بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والمدعوين. وقالت منسقة البرنامج هيلين موخاتي أن مسابقة الاختراع والتصنيع يساهم في استكشاف وحل المصاعب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وتسريع برامج التنمية الوطنية من خلال تعزيز ثقافة الاختراع والأعمال، وهو برنامج يوليه الاتحاد أهمية كبيرة. وذكرت بأن المخترعين والمصنعين المعروفين والشباب يقدمون أعمالهم للعرض والمنافسة في المعرض الذي يستمر يومين وسيسمح لأفضل الأعمال بالحصول على قروض بدون فوائد. وأوضحت أنه من المتوقع أن يساهم في هذا المحتوى في زيادة الفوائد الاقتصادية ورفع الإنتاجية
وخفض الاستهلاك والتكاليف. وشكرت وزارات الزراعة والتعليم والجهات المعنية الأخرى على جهودها لجعل البرنامج حقيقة واقعية. في غضون ذلك تخرج في المناسبة 102 طالب من دورة تدريبية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الحاسوب. أقيم المعرض والمسابقة الوطنية الأول في فبراير من العام 2024 والثاني في فبراير من العام 2025. تواصل مؤسسة القلال والمواشي تقديم خدمات الحراسة الزراعية بمديرية ابن حيلي للأسر المحتاجة التي تم تحديدها بالتنسيق مع إدارات الضواحي وبأسعار مدعومة ومناسبة. وأوضح عضو المؤسسة السيد طعمة في السايين أن تنفيذ أعمال الحراسة يتم وفق طلبات المزارعين واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تمثل دعما مهما للأسر التي تعي لها المرأة وتساهم في تسهيل العملية الزراعية خلال الموسم الحالي. وأشار عدد من المزارعين إلى أن الخدمة لا تقتصر على الأسعار المناسبة فحسب، بل تشمل كذلك وصول الجرارات الزراعية في الوقت المحدد، الأمر الذي ساعدهم على إنجاز عمليات الزراعة والحرث بصورة أفضل وفي التوقيت الملائم. وتأتي هذه الجهود في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين ظروف المزارعين في مختلف المناطق الريفية. أفاد فرع وزارة التعليم في الإقليم الأوسط أن عدد المؤسسات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي شهد ارتفاعا بنسبة 78% خلال سنوات الاستغلال، فيما ارتفع عدد الطلاب بنسبة 40% نتيجة الاستثمارات والتوسعات التي شهدها القطاع التعليمي في الإقليم. وأوضح مدير فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر في تصريح لوكالة الأنباء إن عدد المدارس كان يبلغ في العام 1991 نحو 198 مؤسسة تعليمية فقط، قبل أن يرتفع بعد الاستقلال إلى 353 مؤسسة تعليمية بفضل الجهود والاستثمارات الحكومية المتواصلة في القطاع التعليمي. وأشار إلى أن عدد الطلاب ارتفع بدوره من نحو 120 ألف طالب إلى ما يقارب 168 ألف طالب، ما يعكس اتساع فرص التعليم وزيادة الإقبال على الدراسة في مختلف المراحل التعليمية. وبين المسؤول أن مرحلة التعليم قبل المدرسة شهدت تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد مؤسسات رياض الأطفال من 37 إلى 175 مؤسسة، فيما ارتفع عدد المدارس الثانوية من 11 إلى 22 مدرسة. وعن برامج محو الأمية أكد الأستاذ بلاي بأن البرامج المكثفة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية أسهمت في القضاء على الأمية لدى أكثر من 95% من المواطنين. وفي ختام تصريحه أشار في افتتاح مدارس ومراكز تعليمية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم المكفوفين وذوي الإعاقات الذهنية، مؤكدا أن تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة وتنافسية الطلاب يتطلبان مشاركة جميع فئات المجتمع، مشيدا بالجهود الشعبية والمجتمعية المبذولة لدعم المدارس ومعالجة النواقص القائمة. وجهت دعوة في مدينة كرن لدفع برامج احتفالات الاستغلال التي تضع في الاعتبار الأطفال لنقل القيم. وأوضح معلمو رياض الأطفال في الفعالية الترفيهية التي نظمتها وزارة التعليم يوم 16 من مايو إن من المهم أن يتعلم الطلاب أثناء الترفيه من جهة، وأن يتم قسم معنا الحرية في السن المبكرة من جهة أخرى. وقالت مسؤولة وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب وزارة التعليم بإقليم عنسب الأستاذة نجاة الأمين إن البرنامج هو استمرار للأنشطة التي يتم تنفيذها لضمان التنمية الشاملة للأطفال. شارك في الفعالية أطفال من 33 روضة أطفال في المدينة. أفاد رئيس لجنة الاحتفالات بإقليم القاش باركا السيد إدريس صالح أن الاستعدادات المكثفة لاحتفالات عيد الاستقلال تسير جيدا. وقال أن البرامج المخصصة للطلاب والشباب تشمل تجميل الشوارع وفعاليات ثقافية وعروض المارشات العسكرية، وقد بدأت فعالياتها من 17 من مايو. وذكر بأن البرامج المنظمة في 14 مديرية والتي شملت مسابقات ثقافية في إدارات الضواحي وأسبوع الطلاب والشباب ومنافسات رياضية وبرامج ترفيهية للأطفال وسباقات الخيل التي أقيمت بصفة خاصة في بارون نظمت في إطار احتفالات الاستقلال. وأشار السكان إلى الإفاء بكل المتطلبات لحفاوة احتفاليات الاستقلال، مشيدين بالمشاركة المجتمعية والقطاع العام.
وأعلنت اللجنة التنسيقية للاحتفالات عن احتفالات الإقليم القاش باركا الرسمي بذكرى 35 للاستقلال الإريتريا سيقام في مدينة بارنتو يوم الخميس الموافق 21 من مايو. على الصعيد نفسه، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية للاحتفالات في الإقليم الجنوبي السيد إبراهيم يوهنس أن احتفالات عيد الاستقلال في الإقليم الجنوبي مستمرة منذ 15 من مايو. وأوضح أن برامج الاحتفالات تنظم بمشاركة 12 مديرية بمسابقات المعلومات العامة والشعر الفوري وعروض الشوارع وأفلام ثورية ووثائقية ومسابقات الرسم وأنشطة ثقافية للأطفال والطلاب وحفلات شعبية. وقال أن الاحتفال الرسمي الذي سينظم يوم 22 من مايو في استاد منرفة سيشارك فيه أكثر من 250 شابا في برامج ثقافية وفنية، بالإضافة إلى أعضاء السيرك في مديريتي ميمنة وسنعفة الذين تم تدريبهم في الصين. تقوم مدرسة حكات الزراعية والتقنية بدور فاعل في دعم البحوث الزراعية والتطبيقية والنظرية بما يساهم في إدخال وتوسيع الأنشطة الزراعية الحديثة وتعزيز التنمية الزراعية في البلاد. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ ملاك برهاني في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن من أبرز أهداف المؤسسة إعداد كوادر شبابية مؤهلة بالمعارف المهنية وتطوير الإنتاج الزراعي كما ونوعا، إلى جانب توفير المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنفيذ أنشطة التشجير وتنمية مختلف أنواع الشتول. وأشار إلى أن المدرسة خرجت حتى الآن 2934 طالب وطالبة، من بينهم 1096 من الإناث في مجالات وتخصصات زراعية متعددة، مؤكدا أن المؤسسة تواصل لرفع القطاع الزراعي بكفاءة مهنية مؤهلة. وبين أن المصانع الصغيرة التابعة للمدرسة والمتخصصة في إنتاج الأعلاف والنبيذ ومنتجات الألبان لا تساهم فقط في توفير فرص العمل، بل تلعب دورا مهما في تدريب الطلاب عمليا، إضافة إلى توفير منتجاتها للمواطنين بأسعار مناسبة. كما أوضح أن التجارب والبحوث العلمية التي يتم تنفيذها للطلاب تساهم في تطوير حلول ابتكارات جديدة تساعد على تحويل الزراعة التقليدية إلى زراعة حديثة وأكثر إنتاجية، داعيا الخريجين إلى العمل بروح مهنية عالية والتعاون مع المزارعين للمساهمة في رفع الإنتاج الزراعي. يذكر أن مدرسة حكات الزراعية والتقنية بدأت نشاطها في العام 1999 وتستعد هذا العام لتخريج 127 طالب في 4 تخصصات زراعية مختلفة. قدمت جائزة تنفيذ ل 63 طالبا، من بينهم 18 طالبة حصلوا على درجات عالية في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2024-2025 في مديرية ملقي. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية ملقي السيد حلاب محرتاب أن جائزة تساهم في تنشئة الطلاب المتميزين والمنافسين من خلال خلق المنافسة الشريفة، ودعا الطلاب المتفوقين إلى الحفاظ على إنجازاتهم والسعي لتحقيق نتائج أفضل. وقال مدير مديرية ملقي السيد زرآي برهي أن هذا الإنجاز كان نتيجة عمل جاد وعلاقة ثلاثية قوية، مذكرا على تكرار التفوق في الامتحان الوطني للصف الثاني عشر. في غضون ذلك تخرج 100 شاب تلقوا التدريب المهني لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر. اختتم في 19 من مايو الأسبوع الرياضي والثقافي للقوات الخاصة الذي استمر شهرين. وأوضح مسؤول الإعلام والتعبئة في القوات الخاصة داوود برهي في التقرير الذي قدمه أن مسابقات هذا العام تضمنت 7 مسابقات رياضية وثقافية بين 6 فرق عسكرية، وقدم شكره للمؤسسات والأفراد الذين عملوا بجد لإنجاح البرنامج. وقدمت في المناسبة الكؤوس والجوائز المالية لعدد من الفرق، حيث توج فريق بارع بصدارة الترتيب للمنافسات في فئتي الذكور والإناث في كرة القدم، وفاز فريق الجين بصدارة الترتيب العام للمنافسات. وقدمت في الختام شهادات تقدير للمساهمين. وقال قائد القوات الخاصة العميد حديش إبراهيم إن إجراء المسابقات الرياضية تزامنا مع إعادة الاستغلال، ودعا جميع الوحدات على أن تكون على تم الاستعداد للمنافسة العام المقبل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
بحث الرئيس الصيني شي جي بينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قمة مشتركة عقدت في العاصمة الصينية بكين، وذلك على هامش زيارة بوتين لل25 للصين. وأكد شي خلال القمة أن بكين وموسكو جرتا حوارا استراتيجيا بشأن عدد من القضايا، مشددا على السعي للارتقاء بالعلاقات مع روسيا إلى مستوى جديد وبناء نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة في ظل عالم وصفه بأنه بات غير آمن ويشهد محاولات للهيمنة من طرف واحد. وأشار إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا وصلت إلى ذروة جديدة بعد 25 عاما من اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، مشددا على أهمية تعزيز الثقة السياسية والتعاون الاقتصادي والتنسيق الدولي بين الجانبين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري تجاوز 200 مليار دولار، مع توجيه مشترك نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم والثقافة. بدوره قال الرئيس الروسي أن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وتواصل نموها مع استمرار التعاون الفاعل بين البلدين خاصة في القطاع الطاقة. توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي من الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه مع واشنطن في يوليو. ومن المرجح أن يساهم في تجنب فرض رسوم أمريكية على منتجات التكتل. وبعد نحو 10 أشهر من إبرام اتفاق إطار جرى التوصل إليه في يوليو من العام الماضي، اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهي الهيئة الممثلة لحكومات الدول التكتل، على صياغة تشريع يسمح بدخول تخفيضات الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وبعد مفاوضات استغرقت نحو 5 ساعات جرى الاتفاق أيضا على بنود لتعليق تنفيذ هذه التنازلات إذا تراجع ترامب عن الاتفاق، وعلى بند لإنهاء صلاحية الاتفاق بحلول نهاية العام 2029 ما لم يصدر تشريع جديد لتمديده. ومن شأن هذا الاتفاق الداخلي في الاتحاد الأوروبي أن يضفي قدرا من الهدوء على أكبر علاقة تجارية في العالم، والتي يبلغ حجم تبادل السلع والخدمات فيها نحو تريليوني دولار سنويا. أسفرت عمليات عسكرية مشتركة بين الجيش النيجيري والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في الأيام الأخيرة عن مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرق البلاد، وفق بيان للجيش النيجيري. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية اللواء سامي الله أوابا أن تقديرات تشير إلى مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة حتى 19 من مايو. وذكر أن العمليات التي نفذت بالتعاون مع أفريكوم تسببت في تدمير نقاط تفتيش ومخابئ أسلحة ومراكز لوجستية وشبكات تمويل يستخدمها ما يعرف بتنظيم الدولة ولاية غرب إفريقيا. ومنذ العام 2009 تخوض نيجيريا حربا ضد جماعة بوكو حرام وفصيلها المنشأ تنظيم الدولة ولاية غرب إفريقيا. تذكير بالعناوين مرة أخرى. رئيسا الصين وتركيا يبرقان مهنيين بعيد الاستقلال. قطاع الزراعة في القاشبركة يفتح فرص الاستثمار الكبيرة. افتتاح المعرض منافسات الابتكار والتصنيع. الرئيسان الصيني والروسي يعقدان قمة في الصين. الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لإتمام اتفاق تجاري مع أمريكا. 175 قتيلا من تنظيم الدولة إثر قرارات للجيشين النيجيري والأمريكي. انتهت النشرة وإلى اللقاء.